أهلا بيكم مع ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل آسر، وياريت لو أول مرة تشوفونا تشتركوا في القناة ولايك للفيديو. وبداية الحلقة وحياة بتفتش على جاد في الاسطبل وبتلاقي إنه مش موجود، ولا هو ولا حصان السبق، وبتنهار وبتفضل تصرخ باسمه. وفي الماضي كانت قاعدة في بيت خالتها وجات لها رسالة من مجد قال لها فيها: حبيبتي، خايف أرجع ألاقيكي مش مستنياني، وحشتيني قوي. آسف إني مش قادر أرد على رسايلك طول الوقت، بس افضلي ابعتيلي واحكيلي كل اللي بيحصل معاكي. ووقتها سمعت صوت الجرس، وبعدها جت خالتها وقالت لها: في حد جاي يزورك. وكان راغب اللي قالها: فينك مختفية ليه بقالك كام يوم؟ ده أنا قلقت عليكي. هو انت بتبعتي رسالة لمجد؟ هو كل ما اشوفك الاقيكي حاطة راسك في الموبايل وبتبعتي رسايل. بس صحيح، هو انت اديتيله خصلة من شعرك تذكار قبل ما يروح العسكرية؟ وقرب وقال لها: انا عايز واحدة انا كمان. لكنها ضحكت وقالت له: خلاص بقى. قال لها: انا عايزك تفضلي تضحكي على طول، بس ما زهقتيش من قعدة البيت؟ قالت له: لا. لكنه اخدها وقال لها: تعالي معايا على الشغل. وراحت على المحل اللي بيشتغل فيه، وطبعا كان محل مجوهرات على مستوى عالي، وفلوس داخلة وطالعة، وأشكال وألوان من الذهب والألماس. وفضلت حياة واقفة تشوف وهي منبهرة من المنظر. بعد كده خلص دوام راغب وكانوا مروحين، وقال لها: مش هتتخيلي المبالغ الخرافية اللي بتدفع في محلات زي دي، دهب ألماس ياقوت. يعني أنا لو أخدت حبتين ألماس محدش هيحس بيا، بس المشكلة إن قلبي مش قوي. قالت حياة: اوعى تعمل كده، احنا ما صدقنا انك بطلت تعمل مشاكل. عموما كفاية لحد كده، انا قربت من البيت وهروح لوحدي. لكنه قال لها: انا اللي هوصلك لحد الباب، ولا انت عايزة مجد يزعل مني؟ ده موصيني عليكي. استغربت وقالت له: بجد؟ قال لها: طبعا، هو ما قالكيش؟ ده قايل لي اني اخلي بالي منك. قالت حياة: طب وانت قلت له ايه؟ قال لها: قلت له انك قوية وانت اللي هتاخدي بالك مننا. قالت له: بقى انا قوية؟ الله يسامحك. قال راغب: انت تقدري تضحكي على الكل، بس عليا لا، لاني عارف انت مين بالظبط. اتوترت وقالت له: ومين انا؟ قال لها: احنا قدامنا طريقين، واحد كله نور والتاني عتمة، ولو خلونا نختار الطريق اللي نمشي فيه هنختار طريق العتمة. سألته: ليه؟ قال لها: لان دي طبيعتنا. قالت حياة: طب ومش ممكن نتغير؟ قال لها: لا، عمرنا ما هنتغير. لكنها قالت له: بس انت غلطان، لاني مش هختار نفس طريقك. روح انت طريق العتمة وانا هختار طريق النور. الراغب: زي ما تحبي، بس لما هتزهقي من الصح هتدوري على شريك يمشي معاكي في طريق الغلط. قالت حياة: خلاص هبقى اجيلك وقتها، وبعدين يلا كفاية كلام، تصبح على خير. وسابته ومشت، وهو من بعدها مشي في طريق العتمة. ولما رجعت حياة البيت لقت مفاجأة، وكانت أختها ناي موجودة، وفرحت بشوفتها، بس في نفس الوقت حزنت على حالتها بعد تدهور صحتها من المرض اللي عندها. وبعدها شافت أبوها اللي قالها: فرشت الجميلة، ما اشتقتيش لأبوكي؟ وما قدرتش حياة ترد وفضلت ساكتة، وبتقول لنفسها: اللي بيعيشوا حياتهم وهم بيهربوا من الماضي بتاعهم بيعرفوا كويس إن العتمة هتفضل تلاحقهم لغاية ما تلاقيهم وتوقعهم فيها من جديد. وفي الحاضر كان لسه راغب قاعد مع آسر، أما عزت كان بيفتش في السويت بتاع آسر. وقتها كانت لارا راجعة السويت، بس جابر بعتله رسالة إنه يخرج بسرعة قبل ما لارا تشوفه. وبيجي عزت يخرج بيسمع خطوات قريبة وبيتدارى، وبتدخل لارا السويت وما بتحسش بيه. وهو بعدها خرج بسرعة قبل ما تشوفه. وبعدها بيتصل بحياة وبيقول لها: أنا لسه شايف الرسالة، هو انت فين دلوقتي؟ وهي كانت في الغابة لسه بتدور على جاد، ولقت الخوذة بتاعته وقع على الأرض، واترعبت أكتر وفضلت تبص من حواليها وبتقول لنفسها: مفيش ذنب بيتمحي مع الوقت، ولا في خطيئة ملهاش تمن. وبتفضل تصرخ وتنادي عليه. ووقتها بيوصل عزت وبتقوله: أنا مش لاقية جاد، انت عرفت راغب؟ قال لها: اتصلت بيه بس مش بيرد، فسبت خبر انه يكلمنا على طول، بس أرجوكي اهدي. لكنها صرخت أكتر وقالت: أهدى ازاي؟ أنا عايزة ابني. قال لها: أنا نشرت كل السكيورتي في المكان، ومش هنسكت غير لما نلاقيه. يلا يا جابر روح دور معاهم. وهي مشت وفضلت تنادي على جاد. وفي الماضي
سنة 2010 أبوها رجع لها العقد بتاعها وقال لها انتي نسيتيه عندي لما هربتي، وبس ايديها وقال لها وحشتيني يا حبيبتي. وناي كمان كانت كل يوم بتبكي لما سبتينا. بس نجاة قالت له انت عايز ايه؟ قال لها حلو البيت ده ينعاش فيه، هو الواحد ما ينفعش يجي يطمن على بنته؟ عموما انا بكره همشي. قالت حياة هتمشي بجد؟ قال لها اصل كان عندي كام شغلانة في الشام وقلت اجي اطمن عليكي. كنت عارف انك ساكنة عند خالتك. العصفورة قالت لي، وما ردتش حياة وبصت لخالتها، فقال لها ما تبصيش ليها، خالتك مش عصفورة، دي غراب. انا كنت عارف انك ساكنة هنا وكنت مطمن عليكي، بس كبرتي وحلويتي اكتر، مش كده يا نجاة؟ قالت له يعني انت بكرة هتمشي؟ قال لها الصبح بدري، ومسك ايد حياة اللي قاعدة قدامه مصدومة وبتقول لنا الليلة دي ما شفتش من بعدها منام، قعدت 14 سنة من غير ما احلم. وتاني يوم بتصحى من النوم وجنبها ناي اللي قالت لها هو بابا اتكلم معاكي؟ اتفاجئت وسألتها هيتكلم في ايه؟ قالت لها مش عارفة، بس مهما يقولك ما تقبليش تعمليه. ورجعت تكح جامد وزعلت حياة على حالتها وقالت لها ما تشيليش هم، بس نامي شوية كمان. وبعدها قامت وخرجت وجابت صورة ليها كانت متصوراها مع مجد وفضلت تبصلها. بس وقتها رجع أبوها من بره وكان جايب شوية أغراض وقعدوا يجهزوا الفطار. وبعدها قال لها طول عمري بقول إنك بنت أبوكي، انتي بس تحطي الحاجة في راسك وعلى طول تعمليها، حتى لو عايزة تسيبيني وتمشي. هو الصراحة أول حاجة أنا اتفاجئت، بس بعدها قلت لنفسي وكنت متوقع منها إيه، أكيد هتسيبك وتشق طريقها لوحدها، وبعدين مهما نتفرق هنرجع نلتقي تاني. بس هي قالت له أنا عايزة أفهم. قال لها أنا فضلت أراقبك من بعيد، وفي الأول ما فهمتش انت بتعملي ايه مع الأونطجية دول، بس بعدين فهمت. بنتي الذكية القوية ظبطت الوضع وطبخت الطبخة، وأنا فضلت مستني. وبعدين ظهرت لما استوت الطبخة وبقت محتاجة تخطيط، لأن التخطيط ده لعبتي. احنا هنضرب ضربتنا لما يرجع الولد اللي انتي علقتيه بيكي من العسكرية. واتصدمت حياة وقالت له هو انت بتتكلم على ايه؟ انا مش فاهمة، بس لازم تعرف اني بحب مجد. ضحك وقال لها انتي بقيتي شاطرة قوي في الكذب. بكت وقالت له انا مش بكذب، انا بطلت حياتي القديمة اللي انت كنت عارفها. اتعصب وقال لها انا عملتك وعلمتك، وبعدين يجي واحد فاشل زي ده وياخدك مني؟ قامت وقالت له خلاص بقى امشي وسيبني، لكنه مسكها وقال لها اصحي، مفيش حاجة اسمها حب. هو انت عايزة تقضي حياتك بتقشري بصل زي خالتك، ولا عايزة تتجوزي الفاشل ده عشان تعيشي على الحديدة معاه؟ هو انا علمتك كده؟ انت كده هتدمري حياتك. قالت له لو سمحت سيبني امشي، لكنه قعدها وقال لها انا هسيبك وامشي، بس خلينا ننفذ اخر خطوة سوا، وكده هنأمن مستقبلنا انا وانتي، واوعدك مش هتشوفيني تاني. قالت حياة انا مش هقدر امشي بالطريق ده تاني، انا عايزة ابدأ حياة جديدة مع مجد. بس هو قال لها واذا مجد اكتشف حقيقتك هيفضل معاكي، طب وبالنسبة لعيلته هيقبلوا بيكي؟ اتصدمت اكتر وقامت وقالت له مش هتعمل كده. بس هو قال لها هعملها ونص، مش انت عايزة تبدأي حياة جديدة؟ مش معقول بقى تبدأيها بكدبة. انا هساعدك وهقول له كل شيء عن حياتك، وهو لما يكتشف حقيقتك يا اما يفضل يحبك او لا. قالت له حياة هو انت شطان؟ بس انت لو قلت المجد انا هقتل نفسي. قال لها انت بس مش عارفة بتعملي ايه في نفسك، الحب كدبة، والكدبة دي عمت قلبك، وانت لو عايزة تثقي في حد يبقى انا اللي عارفك على حقيقتك وقابل بيكي. وبعدها قال لها لو ما عملتيش اللي بقولك عليه مش هيفضل لك لا انا ولا مجد، بس لو شغلتي مخك هيبقى معاكي مصاري وهتعيشي حياة ولا في الأحلام. فكري وقرري، وانا هسيب ناي عندك كام يوم عشان تشبعي منها، لان يمكن ما تشوفهاش تاني. وسابها وخرج. وفضلت حياة تبكي. بعد كده كانت ماشية في طريقها البيت مجد وبتقول لنفسها وفجأة اختفى بابا وما بقاش باين، بس كنت بحس انه بيراقبني، لاني دلوقتي ما بقتش بنته، بقيت ضحيته، وهو زي الوحش اللي بيلاحق فريسته، لان بابا لما كان يمسك فريسة مستحيل تخلص نفسها منه. وبتقف تبص على مريم من غير كلام، والست بتحس بيها وبتبص ناحيتها. وبعدها بتمشي حياة وبتروح على الكافيه اللي كانت بتقعد دايما فيه مع مجد، وبتكتب له رسالة بتقوله فيها حبيبي مجد،
أنا عملت حاجة مش كويسة أبدا، أنا كدبت عليك، أنا مش حياة اللي انت عرفتها، بابا ما ماتش في حادث سيارة، هو لسه عايش، وعندي أخت صغيرة كنت عايشة معاهم في بيروت قبل ما أجي هنا وأعيش مع خالتي، هي دي حياتي، ومش عارفة إذا هتسامحني وتفضل تحبني ولا لأ، وعيلتك هتقبل بيا ولا لأ، بس الشيء اللي متأكدة منه إن أي حد مكانك هيسيبني. مجد، أنا عايزة أبدأ حياة جديدة معاك، عايزة أكون البنت اللي انت حبيتها، ولازم تعرف إن مهما كان ردك أنا هفضل أحبك لآخر يوم في عمري، حبيبتك اللي مستنياك ترجع عشان تكمل حياتها معاك. وبعدها بتروح على بيت مجد، وقبل ما بتدخل بيجي أبوها وبيمسكها وبيقول لها قررتي؟ قالت له قررت ومش عايزاك تاني في حياتي. قال لها يعني بتفضلي الغربة على أبوكي؟ قالت له عايزة ناي كمان تكون معايا. الغازي، حلو قوي، طب وانا ايه اللي هيحصل فيا؟ ابقى لوحدي يعني؟ جت تتكلم، قطعها وقال لها ولا كلمة، وطلع ظرف واداهولها، ولما فتحته كان في تقرير طبي عن حالة ناي، وإن حالتها الصحية خطيرة، ولو ما اتعالجتش بسرعة بالكتير هتعيش سنتين. واتفاجئت حياة وهو كمل وقال لها اسم المختبر على الورقة، لو مش مصدقاني اسأليهم، أنا ما كنتش عايزة أقولك بس خفت إنك تعرفي بعدين وتلوميني. قالت له هو أنت رحت للدكتور فرجته التحاليل؟ المفروض ناي تكون في المستشفى. قال لها أكيد رحت، ما هو أنا أبوها، بس هي ملهاش علاج هنا ولا في لبنان، لازم تسافر برا، والسفر برا محتاج كومة مصاري. قالت له طب وهنعمل ايه؟ قال لها الجواب عندك. قالت حياة يبقى لازم اشتغل ونبقى نتداين المبلغ الباقي. ضحك وقال لها هو مش وقت ضحك، بس انتي بتضحكيني، لا تكوني مهندسة ولا دكتورة وانا معرفش، هتشتغلي ايه عشان تجيب المبلغ ده كله؟ مين اللي هيرضى يدلنا مصاري واحنا ما نقدرش نضمن له حقه؟ يا بنتي، هو انت نسيتي احنا مين وبنشتغل ايه؟ بكت وقالت له اللي انت بتقوله بيخوف قوي. طب ومجد؟ اتعصب وقال لها هو ده اللي يهمك؟ يعني اختك بتموت وانت بتفضلي حبيبك عليها؟ هو انا ربيتك كده؟ جت تتكلم، قال لها خلاص اسكتي، بس شوفي لي حل تاني عشان ندبر مصاري نعالج بيها اختك، وانا مستعد اعمله. اختك هتفضل عندك النهارده وبكره هاجي اخدها، ومن هنا لبكره اختاري بين سعادتك وبين اختك. وكانت مريم جوه البيت وبتطبق الغسيل، وفجأة خرجت وأكنها شايفاها وحاسة بيها. أما حياة رجعت على البيت وكانت واخدة ناي في حضنها وبتقول لنفسها عمركم صحيتوا في يوم وتخليتوا عن كل أحلامكم مرة واحدة، أنا بقى عملت ده. وفي الحاضر كان لسه راغب مع آسر وقال له انت مش بيعجبك غير الشيء النادر، مش كده؟ قال له ايوه، بس هو للدرجة دي شايفني متكبر وشايف نفسي؟ ضحك وقال له لا مش متكبر، ده اسمه انتقاء، والناس اللي زيك عندها قدرة تختار الأحسن، فليه تقبل بالأقل؟ واحنا عارفين قيمة نفسنا كويس. قال له ممكن، بس عارف أنا زمان كان بيجي على بالي سؤال ولغاية دلوقتي ما لقيتش ليه جواب، هو مش يمكن سعادتنا الحقيقية بالأشياء البسيطة؟ الراغب، لو كده ما كناش نبقى هنا، الطيور على أشكالها تقع. الآسر، فعلا. ونرجع ل2010 وحياة قاعدة مع أبوها وبيقول لها انتي من غير ما تعرفي رتبتي كل شيء، ودلوقتي جه دوري أعمل الرطوش الأخيرة قبل ما ننفذ الخطة، صدقيني بعدين هتشكريني. وأول واحد لازم نقربه مننا هو راغب، لأنه بيشتغل في المحل اللي عايزين نسرقه، وراغب ذكي مثل الثعلب، ولو قبل يكون معانا هيلاقي لنا حيلة عشان ندخل بيها المحل. راغب حلمه انه يكون غني ومشهور، وغير كده هو عليه ديون كتيرة، فعشان ده هيكون سهل صيده، وإذا جربت تقنعيه بأسلوبك هتسيطري على قلبه وعقله زي ما كنت بتعملي زمان. هو أصلا معجب بيكي، بس انت اديله الضوء الأخضر شوية شوية. وتاني واحد هو عزت، احنا محتاجين حد يضرب بقوة وما يبصش وراه، وعزت أنسب واحد للموضوع ده، لأن قلبه قوي وعصبي، وهو أكتر شيء بيعصبه ويستفزه هما الأغنياء، لأنه مالل من قلة الحظ وقلة المصاري، ومحتاج فرصة عشان يغير حياته. المصاري هي الشيء الوحيد اللي هتخلي عزت يشتغل معانا. ودلوقتي وصلنا للمهم، احنا شغلتنا مش السرقة لأنها شغلة الحرامية، أما القصة كلها
إننا نطلع من غير ما نتمسك، ودي شغلة المعلمين، شغلتي أنا، لأني لو سبتكم فبالظبط يومين وتتمسكوا. جت تتكلم، قال لها خلصنا يا حياة، مش هنقدر ننفذ الخطة إلا إذا لبسناها لحد تاني. قالت له طب وليه يكون مجد؟ ده هو الشخص الوحيد اللي حبني من غير ما يطلب مني أي شيء. قال لها مجد هو الحل الوحيد، لأن هو اللي بلع الطعم وهو اللي لازم يدفع التمن. لكنها باست ايده وقالت له بترجاك لاقي حل تاني، أنا ممكن أقنع مجد يكون شريك معانا. قال لها طب ولو صح ضميره وفضحنا مش هينفع نغامر بالموضوع ده أبدا. قالت حياة مجد ما يستاهلش، هو حبني جدا. قال لها طب ولما انت خايفة عليه كده ليه ما سبتوش من الأول؟ هو انت مش عارفة ايه اللي بيحصل للي بيحبوكي؟ ولا تحبي أفكرك؟ حياة انت لعنة على كل اللي بيحبك. وبعدين هو انت مش عارفة قواعد شغلتنا؟ اللي يحبك هو اللي لازم يدفع تمن غلطته. من الآخر يا إما مجد يا إما ناي. وافتكري دايما إن ممنوع تضعفي. وبالنسبة لمجد أنا هلاقيله حل. هو هيتهم بالسرقة، يعني كام سنة ويطلع وندفع له مصاري ما يحلمش بيها، وبكده يكون استفاد. صدقيني هنعملها وهنبقى أغنياء وناي هتعيش. بعد كده بتقول حياة أنا عملت كل شيء قال عليه بابا. كل يوم كنت بتقرب أكتر من راغب، وراغب دايما عاوز يربح كل شيء، وكان عنده استعداد يعمل أي شيء عشان ما يخسرنيش. ولما عرضت عليه الخطة قال لها انت أكيد بتهزري، وبعدين ده لو مسكونا هنقضي حياتنا في الحبس. قالت له ده لو اتمسكنا، وبعدين مش انت بتقول ان كل شيء لعبة وانا وانت هنختار نفس الطريق لو خيرونا؟ كنت بتتكلم جد ولا بتمزح؟ اتوتر وقال لها طب ومجد هيحصل فيه ايه؟ قالت له مش هيحصل له اي شيء، كلها كام سنة ويطلع من الحبس، واحنا هيبقى معانا مصاري كتير ونخلص من العيشة الزبالة اللي احنا فيها دي، وبعدها كل واحد يروح لطريقه. لكنه قال لها انا لو هدخل اللعبة دي عشان تفضلي معايا طول عمرك. ضحكت وقالت له انت بتقول ايه؟ قال لها زي ما سمعتي، ونزل يكمل شغله. بعد كده بتروح هي وأبوها وراغب عند عزت في الورشة، وبتقول لما قرب وقت التنفيذ اجتمع بينا بابا لأول مرة. بعد الليلة دي ماتت حياة اللي حبها مجد، ورجعت بنت أبويا اللي طول عمري بكرهها. بيقولوا إن رفقات العمر ما بيتغيروش، بس ده ما حصلش، لأننا في زمان المصاري، والناس اللي انت مفكر نفسك عارفهم كويس في الحقيقة انت ما تعرفهمش، وممكن تكون مخدوع فيهم. بعد كده راغب بيكون مع غازي اللي بيقوله انت عارف انك شبهي لما كنت صغير، وانا دلوقتي بكبر وبقيت عايز اللي يخلي باله من حياة، وملقتش غيرك انت لانك واحد ذكي. قعد راغب وقال له انت امبارح ما قلتلناش كل شيء. طب ما هو حارس المحل عشان عارفني هو اللي هيدخلنا لجوه، بس معنى كده اني انا اللي هتورط وهيبلغ عني. قال له مظبوط، وعشان كده لازم نلاقي له حل. قال راغب مفيش غير حل واحد وانا ما بقتلش. قال غازي يبقى عزت، عشان كده لازم تقنعه، اصلا احنا جبناه عشان القصة دي. لكنه قال له كده مجد مش هيطلع بعد 3 4 سنين، ده كده هياخد مؤبد. قال غازي صح، بس مش كده احسن؟ اتعصب وقال له مجد رفيق عمري ومتربيين سوا، وانت عايزني اورطه في جريمة زي دي؟ قال له اهدى، ده انا بقول عنك ذكي. ونفترض ان مجد طلع من الحبس بعد كام سنة وجه عندكم البيت واللي فتحت له حياة، هتروح معاه ولا هتفضل معاك انت؟ الراغب هتفضل معايا. ضحك وقال له متأكد؟ ومردش راغب وفضل ساكت. وبيجي بعدها اليوم اللي بيرجع فيه مجد من العسكرية، وحياة كانت طايرة من الفرحة برجوعه، وأبوها واقف بيراقبهم، وشافوا راغب واتأكد إن كلامه كان صح، وإن حياة دايما هتختار مجد. وفي الحاضر كانت حياة ماشية لسه في الغابة وبتفتش عن جاد، وعزت معاها وجابر وكل السكيورتي. وبعدها عزت اتصل براغب تاني بس هو ما كانش بيرد، فقال لجابر يبعت حد من الشباب يديله خبر. أما آسر كان بيقول لراغب حلو الأوتيل بتاعكم، عجبني جدا، يا ترى تعبت عليه ولا ورثته من أهلك؟ ضحك وقال له ولا ورث ولا حاجة، هي حياة حبت يكون عندها أوتيل فأنا اشتريته. قال له حلو، يعني اشتريته عشان هي حبت ده مش عشان انت اللي حبيت؟ الراغب لا حبيت برضه، وهعمل أهم منه، أنا أحلامي مش بتخلص، ولو أنا وانت بقينا شركة
هعمل اوتيل خيالي وهفضل اشتغل لغاية ما يكون ملك ليا لوحدي. بس لسه في مشكلة واحدة، انت قبل ما تيجي هنا سألت عني وعرفت عني كل شيء، يعني كروتي كلها قدامك مكشوفة، بس انا معرفش عنك حاجة الآسر. عشان كده انا هنا عشان اعرفك على نفسي. انا كنت شاب صغير قنوع، بثق في اللي بحبهم، حاجات بسيطة كانت بتسعدني، الراغب. بس انت كده هتخلي اللي حواليك يطمعوا فيك وياخدوا منك اللي هم عايزينه. قال له وهو ده اللي حصل بالظبط، اخدوا مني كل شيء. عشان كده انا دلوقتي واحد تاني، مفيش حاجة بتبسطني ولا اي شيء بيقنعني، وبقيت دايما عايز اكتر واكتر. قطعه قال له الموضوع كده بقى حساس قوي، فعشان ده انا هستأذن منك دقيقتين اروح الحمام وارجع لك ونكمل كلامنا. استناني. وسابه ومشي. ولسه حياة في الغابة، وفجأة سمعت صوت وجرت تشوف، ونرجع بالماضي وهي واقفة مع عزت وراغب، وراغب بيقول كل شيء بقى جاهز، بصمات مجد بقت على المسدس، ولما نخلص هنحطه في الجاكيت ونرميه في الزبالة. قال عزت فهمت خلاص، هو انت مش هتبطل تعيد وتزيد في السيرة دي؟ هو مفكرني اهبل قدامك؟ وقال لحياة انت لازم تاخديه عندك الليلة من غير ما حد يشوفه، قوليلي ان الموضوع مش صعب عليكي. وما ردتش عليه، وسابهم راغب ورجع لمجد. وكمل عزت وقال لها انا عارف انك قادرة تضحكي على كل اللي حواليكي. وبعدها راحوا الراغب وقالوا له يلا تعالى نوصلك على البيت. ومجد اخد حياة ومشيوا. وفضل راغب يبص عليهم، والتفت ليه مجد وفضل يبصله. وبعدها مشي. وبتقول لنا حياة جربتوا تقتلوا حد بإيديكم قبل كده؟ احنا بقى قتلنا. وخلصت الحلقة على كده. يا ريت ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوها، وأشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. مع السلامة.